تخيل ان الحارس الاقدم في التاريخ ما كانش واقف لوحده، وان تحت رمال الجيزة على بعد خطوات من هضبة الاهرامات كان نايم توأم ليه لآلاف السنين محدش حاسس بيه. من كام يوم العالم اتقلب بعد نشر صحيفة الديلي ميل البريطانية لتقرير عن باحثين ايطاليين بيقولوا احنا لقينا ابو الهول التاني. والمفاجأة الاكبر ان النظرية دي اول واحد اتكلم عنها كان باحث مصري من اكتر من 25 سنة. فعايزكم تربطوا حزام الامان عشان الرحلة دي هتاخدنا لجوف الارض للبحث عن الحقيقة. فيلا بينا نبدأ الحكاية. اهلا بيكم في فيديو جديد من خان الراوي هضبة الجيزة، المكان اللي كل ما نقول اننا اكتشفنا كل اسراره يطلع لغز جديد ينسف كل النظريات. في الأيام اللي فاتت الأوساط العلمية والإعلامية كانت على صفيح ساخن، والسبب هو إعلان فريق بحث إيطالي رصد بنية ضخمة تحت رمال الجيزة. ومش بس كده، دول بيقولوا إن البنية دي هي غالبا أبو الهول التاني، وحسب تصريحاتهم إن الكلام ده ما هوش خيال ولا أساطير، ده مبني على تكنولوجيا وبحث علمي. بس الكلام في الموضوع ده مش حاجة جديدة، ده أقدم من كده بكتير. فركز معايا عشان هنفتح ملف التوأم المدفون. عشان نفهم القصة صح لازم نبتديها من بدايتها. سنة 2025 باحث إيطالي اسمه فيليبو بيوندي طلع بنظرية مفاجئة. بيوندي استخدم تقنية رادارات الأقمار الصناعية اللي بتقدر ترصد الاهتزازات الأرضية بشكل دقيق تحت السطح، وصرح وقال إنه اكتشف هياكل وأعمدة عملاقة تحت أهرامات الجيزة. ورجع دلوقتي بعدها بسنة عشان يفجر مفاجأة تانية. بيوندي مسك خريطة الجيزة وبدأ يحلل الهندسة بتاعتها حتة حتة، فلاحظ ان في تناظر هندسي او سيمترية بين مواقع الاهرامات وابو الهول الحالي. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو رسمت خط وهمي من مركز هرم خفرع لابو الهول وعملت انعكاس من مركز هرم خوفو الاكبر، الخط ده هيوديك لنقطة محددة جدا على الجانب التاني من الهضبة. بيوندي وجه الرادارات بتاعته للنقطة دي بالضبط، والمفاجأة انه لقى تل من الرمال المتصلبة بطول 108 قدم، حوالي عمارة من 10 أدوار. التل ده مش تكوين صخري طبيعي، دي رمال متصلبة كأنها بتخفي حاجة تحتها. ولما الرادار نزل لأعماق التل اكتشفوا حاجة مذهلة، ممرات وأعمدة عمودية كثيفة جدا وأنفاق أفقية. والممرات دي بتشبه بشكل كبير شبكة الممرات اللي تحت أبو الهول الحالي، كأنهم نسختين كربون من بعض. بيوندي طلع في بودكاست وقال: نحن واثقون بنسبة 80%، هناك شيء ضخم للغاية تحت الهضبة، بنية ضخمة تحت الأرض. هل ده معناه إننا لقينا توأم أبو الهول؟ الجميل والمثير إن صحيفة الديلي ميل ما نسبتش كل الفضل للإيطاليين، لكنها أرجعت الفضل لصاحب الفكرة الأصلي، المؤرخ والمرشد السياحي بسام الشماع. من أواخر التسعينات دكتور بسام وثق نظرية اسمها بسام سكند سفينكس، وهي موثقة باسمه في دار الكتب والوثائق المصرية. في التسعينات جات له رسالة من أمريكا من سائحة كانت طلعت معاه في إحدى الجولات. الرسالة دي كان فيها صورة ملونة التقطتها وكالة الفضاء ناسا لمنطقة الجيزة. الشماع لاحظ بقعة صفرة غريبة بمحاذاة أبو الهول الأصلي وخلف معبد الوادي، بقعة بتشير لحاجة مدفونة على بعد 3 أو 4 متر تحت الأرض. ولما راسل وكالة ناسا عشان يفهم منهم الصورة دي معناها ايه، قالوا له ان ده تكتل حجري ممكن يكون من نحت انسان او بفعل الطبيعة، ولكن هم كوكالة فضاء غير متخصصين في الاثار ما يقدروش يأكدوا له حاجة. الرد ده كان الشرارة اللي خلت الشماع يغوص في التاريخ عشان يدور على دليل مادي. والدليل الاول كان بين كفوف ابو الهول نفسه، لوحة الحلم اللي حطها الملك تحتمس الرابع. اللوحة دي بتحكي قصة تحتمس لما نام تحت ظل أبو الهول، وأبو الهول جاله في الحلم وقال له: شيل من عليا الرملة وأنا هخليك ملك مصر. بس لو بصيت أعلى اللوحة دي هتلاحظ حاجة مهمة جدا،
هتلاقي رسمة واضحة وصريحة لاتنين أبو الهول، مش واحد بس، واحد باصص يمين والتاني باصص شمال. علماء الآثار دايما بيقولوا إن ده توجه فني وديني عند المصريين القدماء عشان يبرزوا التماثل في الفن المصري. بس الدكتور الشماع بيقول ليه نعتبر إن ده مجرد خيال لما ممكن يكون توثيق للواقع. المصري القديم كان مهووس بالمعد، وهو العدل والتوازن والتماثل. كل حاجة في الكون ليها مقابل، شمس وقمر، ليل ونهار، وفي كل معابدهم بتلاقي مسلتين، وفي أوقات كتير تمثالين لأبو الهول بيواجهوا بعض زي اللي موجود في طريق الكباش. فليه بقى الحارس الأضخم يكون واقف لوحده؟ الدليل التاني كان في لوحة اسمها لوحة الإحصاء. اللوحة دي كانت معروضة في المتحف المصري، ومكتوب عليها جملة بتحير كل علماء التاريخ. اللوحة مكتوب عليها إن الملك خوفو قام بترميم أبو الهول. فدعنا نقف هنا قليلا. احنا نعرف إن الملك خفرع هو اللي بنى أبو الهول عشان وش التمثال شبه وش الملك خفرع، والملك خفرع هو ابن الملك خوفو. طب ازاي الملك خوفو الأب هيرمم تمثال لسه هيتبني في المستقبل على ايد ابنه؟ فلو افترضنا ان خوفو فعلا رمم ابو الهول، يبقى ابو الهول ده المفروض يكون اقدم من عصر خوفو نفسه. ده معناه ان التمثال اقدم بكتير مما نتخيل. فلو ابو الهول اقدم من التقديرات، فهل ده معناه ان الحضارة المصرية بتمتد لعصور اقدم من المقدر ليها؟ في اوائل القرن العشرين ظهر شخص امريكي اسمه إدجار كيس. الراجل ده كان بيدعي انه بيعمل جلسات تنويم مغناطيسي، ومن ضمن تصريحاته قال ان الناجين من غرق قارة أطلانتس المفقودة واللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت هربوا على مصر، وان الأطلنطيين دول خبوا كل التكنولوجيا بتاعتهم وعلومهم وتاريخ البشرية المفقود في قاعة تحت الأرض سماها قاعة السجلات. والمكان ده حسب ادعاءاته مدفون تحت الممر الواصل بين أبو الهول والهرم الأكبر. ومع ظهور النظريات الجديدة دي بدأ الكلام عن غرفة السجلات يتصدر العناوين مرة تانية. فهل الاكتشاف ده ممكن يوصلنا للمكتبة المفقودة الأطلنطس؟ الله أعلم. ولكن زي ما متعودين دايما في خان الراوي لازم نعرف رأي المتخصصين في أي قصة بنقدمها. الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري ووزير الآثار السابق خرج بتصريحات قاطعة ونفى فكرة أبو الهول التانية دي من جذورها. حواس قال إن الكلام ده اتردد من 30 سنة ومالوش أي أساس من الصحة، والعلم ما بيعترفش غير بالدليل المادي اللي بيخرج من باطن الأرض بالفاس. وبالفعل دكتور زاهي حواس حتى الآن بيقود حملات الاستكشاف بنفسه لإثبات أي نظرية، وقال إن المنطقة المزعومة دي اتعمل فيها حفائر كتير على مدار عقود وما فيهاش أي دليل على الكلام اللي بيدعوه. أما بالنسبة للوحة الحلم فالعلماء بيؤكدوا إنه توجه فني مصري قديم لإظهار التماثل. وشدد حواس على إننا لازم نعتمد على الأبحاث الموثقة مش الشائعات اللي بتلعب بالفضول عشان تجيب مشاهدات، وإن لازم يكون في أدلة قوية على أي نظرية قبل طرحها للعلن. خصوصا إن دكتور زاهي كان معترض أصلا على التقنية اللي بيستخدمها فيليبو بيوندي في الاستكشاف من ساعة ما أعلن إنه اكتشف أعمدة ضخمة تحت الأهرامات سنة 2025. وقال إن التقنية دي صعب جدا إنها توصل للأعماق اللي هو بيقول عليها. فهل يقدر بيوندي إنه يقدم أدلة تعزز من نظريته؟ الله أعلم. ولكن الأكيد إن القدماء المصريين هيفضلوا يبهرونا، وكل الاهتمام ده يدل على عظمة الحضارة دي. فاكتبوا لي رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان توصل لكم كل حلقاتنا أول بأول. ولحد ما نتقابل المرة الجاية، سلام.